السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. يلا بينا مشكلة جديدة وداخلين على السخن كده اهو، روتين جديد ومع مشكلة جديدة. بس المشكلة بتاعت النهاردة بقى في الولا يا ولا منه. باختصار بقى يا أمنية، أنا مشكلتي إن أنا شتمت جوزي غصب عني. ما تفهموش ازاي غصب عنها دي، بس هي غصب عنها. وحدفته برمود الشاشة. خبط في حاجبه فوق عينه. يا جماعه، انتوا بتبعتولي مشاكل ولا بتبعتولي نكت ولا انتوا عايزين تجلطوني؟ وانا لسه صغيره، والله العظيم لسه صغيره. المهم، حدفته برمود الشاشه، خبط في حاجبه فوق عينه على طول وورم جامد. وانا كنت في وقت متضايقه جدا بسبب ضغوطاته وبسبب العيال، وهو زعلان مني وعمل مشكله كبيره جدا وعايز يطلقني. اعمل ايه؟ انا مخلفه منه. حاولت اصلح واعتذر لاني في الوقت ده ما كنتش في وعيك. ازاي يعني؟ كنت ايه؟ بتعالجي نفسيا ولا انت ايه ظروفك يعني؟ ما هو انت لو مريضه مثلا نفسيه او كده، هو المفروض ان هو يلتمس ليك العذر. انما ما كنتيش في وعيك بقى ان انت مضغوطه بقى، البيت والعيال والمطبخ والطبيخ والكنيس والغسيل والمسيح. فانت المفروض تاكلي بالجزمه على وشك. المهم، حبايب قلبي الحلوين، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وفي الهادي عليا يا جماعه في المشاكل لو سمحتوا. في مشاكل بتتبعت لي متكرره، بخاف ان انا اكررها تاني، ولكن دي بقى استوقفتني كده اهو. حطي لايك كده اهو، خبطتين على الشاشه كده اهو. المهم، انا مخلفه منه. حاولت اصلح واعتذر لاني في الوقت ده ما كنتش في وعي، بس هو مش راضي. انا اخدت راي صاحباتي الاتنين. واحده قالت لي هتفضلي تعتذري كتير هيتكبر عليكي. اعذروني يا جماعه. هيتكبر عليكي، والمفروض هي مره واحده من قلبك. مين دي صاحبتك دي؟ بس المهم، وبعديها فكك منه وقولي له عايز تطلقني مفيش مشكله، هات كل حقوقي كامله. وصدقيني ولا هيعمل اي حاجه وهيجيب ورا. ايوه، احب انا الستات القادره دي موت، ست قادره. وهو اللي هيعتذر لك كمان وهيصالحك. ايه يا بنت، انت مواليد برج الكلب ولا ايه؟ المهم، التانية بقى قالت لي بغض النظر عن انك طبعا غلطانة. ايوه كده، انا احب تأنيب الضمير قوي. البت دي محترمة وبنت ناس، بس برضو بلاش تشيلي نفسك فوق الحمل بتاعها. انت هتعملي ايه ولا ايه؟ وبعدين بغض النظر يعني عن ان هو السبب في الضغط اللي عليكي ده. ما هو انت لو ما كنتيش مضغوطه وكان بيفسحك ولا بيخرجك ولا كان بيعمل لك اي حاجه من الحاجات اللي المفروض تحصل، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله على الست الواطيه لما تدي دماغها لست اوطى منها. يبقى كده الشيطان ايه؟ يقف على جنب كده اهو ويسقف لهم ويرفع لهم القبعه. ما شاء الله عليكم. ايوه كده، هي الصاحبه ليها عند صاحبتها ايه غير خراب البيت مره واحده في الحياه؟ اديله. هو السبب في انه هو ايه؟ ضغط عليكي وخلاكي توصلي لمرحله ان انت تبقي مش في وعيك. اقسم بالله انا لو من جوزك ده كنت قمت رنيتك حته علقه، حطيتك تحت رجلي كده او قسمتك نصين بالطول كده اهو. جرايه جرايه وفاء جرايه نسوان مالكم. اه. المهم، نكمل. ده انتوا عايزين تشلوني. اقسم بالله لو وصلتوا للوقت ده معايا في الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير عشان هيبقى المشكلة الحزن زي دي. وعيال بتتجوز، دي مش واحدة، دي يا اما طالعة من بيت كرتون. اه والله، دي امها كانت باربي تقريبا حاجة كده. دي طالعة من بيت كرتون كده، وحبة عيال معتيه عملوا بيت، وهو راجل معتوه ان هو اتجوز واحدة معتوهة وصلته للمرحلة دي. وبعدين يعني ايه صاحبة هي اللي مش تمشي لك حياتك اصلا؟ معلش يعني، مع احترامي ليكي يعني. يعني ايه صاحبة تمشي لك حياتك؟ انتي تايهة منك. هو اللي وصلك لكده ان انت تبقي مش في وعيك لحد ما تغلطي وتحدفيه بالريموت، وبعد كده يرجع يهددك بالطلاق. لا طبعا، هو شريك معاكي لانه هو اللي وصلك لكده. إيه، لو كان قايم بواجباته ومخفف عنك وعن نفسيتك ما كانش الوضع وصل للمرحلة دي. دي صاحبتها التانية ما شاء الله، الاتنين عايزين يتحطوا في كيس زبالة اسود. وانا بدأت اقتنع يا امنية بكلامهم. وعايزة انفذ اللي بيقولوا لي عليه، لان فعلا هو اللي وصلني للمرحلة دي. وانا اول مرة اغلط واتصرف بالشكل ده، وهو السبب والمفروض يقدر كده. بس عايزة اخد رأيك، انتي شايفة ايه؟ وانا يعني انا لسه ما كلمتش ماما ولا حد من اهلي، ما حدش منهم يعرف ولا حد من اهله هو كمان. هو عايز ان احنا الموضوع يبقى ماشي ما بيننا كده ودي.
قال لي ان هو هيصرف على الاولاد وكل حاجه، بس انا مش عايزه اتطلق. انا كنت مضغوطه. انا كنت عايشه في حياه، يعني هي كانت عايزه تقول يعني ان هي عايشه في بيت ابوها عيشه مرفهه واحسن من كده بكتير، وان هي اتضغطت، يعني هي عملت كده بسبب الضغط. ويا ريت تقولي لي انتي وفانزاتك، انا بحب اتابعك قوي. ايوه انت بتحبي تتابعيني، بالذات في اللايفات حبيبه قلبي. تبقى انا والله العظيم كنت عايزه اقول مشكلتك في اللايف، كانت هتعمل احلى شغل. طريقتك جميله واسلوبك جميل، بس من غير تجريح بالله عليك يا امي، من غير تجريح. هو انا جرحت في اول الفيديو ولا؟ يلا مش مشكله، يلا خبطه تموت ولا حد اعتبريها خبطه بالريموت في وشك. وشريك معايا في المشكله دي. بتقول كمان انا عايزه كل اللي يسمع مشكلتي يحط نفسه مكاني، ولو اي راجل برضو يحط نفسه مكان جوزي ويشوف هو كان هيسامحني ولا لا، او كان هيسامح مراته ولا لا. واي ست تحط نفسها مكاني، ولاد وبيت وما بخرجش، والدنيا ضغطة عليا ضغطة جامدة قوي، وانا ما كانش قصدي في الاول وفي الاخر. طيب هسيب لكم طبعا رأيكم تقولوه في الكومنتات. مبدئيا كده، وانا كرأيي كأمنية يعني، انتي غلطانة من ساسك لراسك. استموتي لحد ما يرضى ان انتي تعملي كده، طالما ما بيهنكيش. طالما ما بيهنكيش، هو راجل عامة ما بيتهنش، بس في ستات قادرة بتاخد ايه اللي هو انت هنتيني انا ههينك. بس طالما ما هنكيش وطالما بيتقي ربنا فيكي، فالضغوطات ديت ماشيه على البيوت كلها وماشيه على العالم كله وماشيه على الستات كلها. فانت المفروض كان يبقى يعني ايه في اسلوب احسن من كده وارقى من كده بكتير. ده اسلوب همجي اللي انت عملتيه، وانا مش معاكي خالص 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 فيه. طبعا حاولي تبعدي عنه لحد ما يهدى، وترجعي تاني تكلميه من تاني مرة واتنين وتلاتة. انتوا اكيد يعني عشرة 13 سنة زي ما انتي ما بتقولي، فمش هيفرط في العشرة دي بسهولة، مش عشان خبطة رمود يعني. بعدين انتي اول مرة تعمليها معاه يعني، فاكيد مش من اول غلطة. انتي لازم تتعاقبي، بس مش من اول غلطة ان انتي تبقي بالشكل ده او هو يبقى بالشكل ده. ابعدي عن صحابك، ابعدي عن صحابك على قد ما تقدري. صحابك دول مش اصحاب، دول عيال بشخة. سوري بقى يا جماعة، دول عيال بشخة وبيهدموا في بيت. وانتي لو مشيتي ورا كلام ليهم ولا انسقتي ورا كلمة ليهم هتبقي زيهم. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه الوقت ده متابعيني ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا ريت يا ريت تعرفوني ارائكم في الكومنتات، وهي هتتابعنا. ويا رب يكون الفيديو سهل وبسيط، وحطوا لي لايك والاشتراك واستنوني في اللايف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.